الله أوقاتكم بكل خير مشاهديني ومتابعيني الكرام. على جميع المواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام. الشيف عامر. اليوم سوف أقدم لكم وصفة عصير الليمون مع النعناع. هذه الوصفة جدا لذيذة وبنفس الوقت مفيدة ومنعشة. لو حبيتوا هذه الوصفة جربوها، ولا تنسون اشتركوا بقناتي الأولى على اليوتيوب الشيف عامر، وأيضا على قناتي الثانية نسيونال أسيريان فود الشيف عامر، وأيضا على جروب طبخات الشيف عامر راح تلقون هذه الوصفة الجميلة واللذيذة والمنعشة. إن شاء الله تعجبكم طريقة العمل وتطبقوها وتشربوها بالصحة والهنا. سوف أشرح لكم عن المواد المطلوبة لوصفتنا لهذا اليوم. المطلوبة حضرناها قبل بوقت. راح نحتاج لعمل هذه الوصفة الجميلة والمنعشة واللذيذة إلى نعناع تقريبا 100 جرام، نعناع فريش يكون بس أوراق النعناع بهذا الشكل. راح نحتاج إلى سكر، والسكر حسب الرغبة. راح نضع ملعقتين أو ملعقتين ونصف من ملعقة أكل كبيرة، هذه المتوفرة عندنا. وأيضا راح نحتاج إلى ليمون أخضر وليمون أصفر حسب المتوفر عندكم، ولتر واحد من الماء. وحضرنا أيضا الكاسات اللي راح نضع الوصفة في هذه الكاسات، وأيضا المكسر المتوفر عندنا، أو إذا متوفر عندكم خلاط حسب المتوفر عندكم. وراح نستعمل أيضا العصارة الموجودة عندنا لعصر الليمون. وراح تتابعون وتشوفون طريقة العمل، إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم مشاهديني الكرام. راح نبدأ نقطع الليمون المتوفر عندنا بهذا الشكل. أي نوع ليمون متوفر عندكم، إذا كان أخضر أو أصفر حسب رغبتكم. بهذا الشكل كل القطع المتوفرة عندنا. راح نضع نوعين حتى ينطينا نكهة لذيذة. وراح نعصر الليمونات بهذا الشكل أو حسب المعصار المتوفر عندكم. راح نبدأ نعصر كل الليمون بهذا الشكل، كل الكمية. وراح نأتي بالبايركس المتوفر عندنا ونضع الليمون بهذا الشكل. صار عندنا جاهز عصير الليمون بهذا الشكل. بعد ذلك راح نضع سكر، طبعا هذه ملعقة أكل، تقريبا ملعقة أكل. راح نضع 3 معالق، طبعا انتوا لو حبيتوا أكثر حسب رغبتكم. بعد ذلك راح نضع أيضا النعناع، لو كثرتوا انتوا النعناع يعطينا نكهة جدا لذيذة. وطبعا لو متوفر عندكم الخلاط الكهربائي أيضا يمشي الحال. احنا متوفر عندنا المكسر. وراح نضع كمية قليلة من الماء، ولو حبيتوا ثلج أيضا حسب رغبتكم. طبعا احنا الجو عندنا بارد، راح نضع بس ماء بارد. وراح نبدي بالمكسر نخلط بهذا الشكل. راح نتوقف شوي حتى الصوت لا يزعجكم، وراجع لكم بعد ما راح احنا نطحن المواد كلها مع بعضها. صار عندنا جاهز العصير بهذا الشكل بعد ما عملناه بالمكسر. راح نبدي نصفيه حتى الرغوة الموجودة فوق العصير، هذه الرغوة تصير على جنب. راح نأتي بمصفي ونصفي العصير بهذا الشكل. طبعا عصير لذيذ ومنعش وينفعنا في أيام الصيف وأيضا أوقات رمضان. طبعا أنصحكم تشربون منه في أوقات السحور وأيضا في أوقات الفطور. جدا صحي ومنعش وما تحسون بالعطش. وراح نأتي بملعقة نصفي البياض الموجود فوق بهذا الشكل حتى ينطينا لون جميل. طبعا لو موجود ثلج ما راح يصير عندكم بهذا الشكل. هذه الرغوة راح نصبها بالكاسات ونزينها وتشوفون شكلها النهائي بعد ما كملت عندنا الوصفة وصارت جاهزة بهذا الشكل. هذا شكل العصير. راح نضعها بالكاسات وتتابعون وتشوفون الشكل النهائي. هذا لكم الشكل النهائي للعصير.
جدا منعش ولذيذ. بعد ما زيناه وصار هذا شكله. جربوا أنصحكم أحبتي المشاهدين، وصفة لذيذة ومنعشة وتنفع في كل الأوقات. وصحة وعافية لجميع المشاهدين والمتابعين لوصفاتي. هذه كانت وصفتنا لهذا اليوم. إن شاء الله عجبتكم ونالت رضاكم مشاهديني الكرام، وانتظروني بفيديو جديد راجع لكم إن شاء الله، ودمتم برعاية الله وحفظه. وانتظروني بوصفات جديدة. راح أعمل لكم كثير من العصائر. لا تنسون اشتركوا بقناتي الأولى والثانية حتى يوصلكم المزيد مني، ودمتم برعاية الله وحفظه. وأشكر جميع الأصدقاء والأحبة على جميع المواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص على اليوتيوب فردا فردا وشخصا شخصا. اللي يزور قناتي أيضا لكم مني كل الحب والتقدير. مع السلامة بفيديو جديد إن شاء الله.